السلام عليكم، ازيكم يا احلى واجمل سكرات في الدنيا كلها؟ يا رب تكونوا بالف خير. ان شاء الله النهارده في الفيديو هنعمل شويه بسكوت ملكي زي ما انتم شايفين كده، حاجه تحفه. ان شاء الله في نص ساعه بالتسويه بطريقه العمل هيكون جاهز من غير قطعات ولا مضرب كهربائي. هنعمله بكل سهوله وبمقادير كلها في البيت، وكمان مقاديرنا مظبوطه 100%. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا هنصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. وأول حاجة عندي نص كوباية من الزبدة، يعني 120 جرام، وتكون بدرجة حرارة المطبخ. وعندي كمان نص كوباية سكر بودرة، يعني 90 جرام، وعليهم ذرة الملح ما تنسيهاش عشان بتظبط الطعم قوي. بمضرب يدوي أو بإيدك اشتغلي عادي جدا، تضربي السكر مع الزبدة كويس جدا لغاية لونهم ما يبيض شوية. تمام، مفيش اسهل ولا اجمل ولا اطعم من البسكوتات دي يا جماعه، لازم تجربوها وتقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات. ولو في اي استفسار انا نسيت اي حاجه اقولها او كده فقولوا لي في الكومنتات. بس هضربهم كويس جدا مع بعض، ويا ريت الزبده ما تنسوش تبقى تخرجوها قبل طريقه العمل بنص ساعه علشان ما تغلبكوش في الضرب. هنزل عليها كده بمعلقتين صغيرين من الزيت، تمام، يعني حوالي 15 جرام. تمام، شايفين الزيت بيظبط معايا القوام، والزبدة كده بتبقى سلسة معايا وسهلة في الضرب. شايفينها ابيضت كويس خالص. بس كده هنزل عليهم ببيضة بدرجة حرارة المطبخ، وعليها معلقة صغيرة أو كيس من الفانيليا. تمام، هنضربهم كويس مع بعض لغاية الخليط ما يتجانس مع بعض والبيضة تختفي مع الضرب. زي ما قلتلك طريقة العمل سهلة وبسيطة. عفوا، مش هتاخد معاكي 10 دقايق طريقة العمل، والتسوية هتاخد معانا تلت ساعة. هقولك دلوقتي هنعمل ايه في التسوية عشان يطلع معاكي بسكوت مظبوط ودايب دوب. هنزل الجوانب كده بسباتولا، تمام، وهبدأ انزل الدقيق بتاعي. الدقيق هنا كوبايتين من الدقيق، يعني قد ايه؟ يعني 260 جرام بالجرامات. وان شاء الله هسيب لك كل المقادير في صندوق الوصف بالكوباية والجرام. عندي 3 جرام بس من البيكنج باودر، يعني نص معلقة صغيرة. تمام، ما تكتريش في البيكنج باودر علشان انا مش عاوزاها تنفخ معايا ولا شكلها يبوظ ويبقى فيها انتفاخات وطالع ونازل، لا خالص. 3 جرام حلو جدا. تمام، هنزل الدقيق طبعا بالتدريج علشان كمية الدقيق هي مظبوطة، بس علشان نوعية الدقيق من دقيق للتاني بيبقى مختلف في يعني ممكن انا احتاج معلقة تانية، ممكن مش احتاج المعلقة الاخيرة اللي انا سبتها دي، لكن هنشوف دلوقتي انا هحتاج على المقادير اللي انا حطيتها ولا لا. شايفين انا استخدمت كل كمية الدقيق اللي هو 260 جرام، يعني كوبايتين، بنفس المج اللي انا عايرت بيه الزبدة والسكر. تمام، استخدمي اي كوباية عادي تعجبك، بس هنمشي بيها كل المقادير. تمام، طبعا انا حسيت ان انا لسه محتاجة معلقة صغيرة من الدقيق حوالي 10 جرام، فكده كمية الدقيق عندي 270 جرام. تمام، يعني كوبايتين ومعلقة من الدقيق. طبعا عايزة البسكوت يطلع معاكي مظبوط من غير ما تبقي خايفة انه هيطلع مثلا معجن او حاجة مش مستوي او كده. طبعا واحنا رايحين نشتري الدقيق نبص على درجة البروتين أو نسبة البروتين في الكيس اللي احنا هنجيبه. طبعا مش هنبص على الشركة خالص. فشوفي نسبة البروتين لو أقل من يعني من 13.7 ونازل هيبقى بتاع بسكوتات، هيطلع معاكي البسكوت تحفة وناعم، حاجة كده تحفة. بس كده هاخد طبعا العجينة بتاعتي بعد ما ريحتها 5 دقايق على رخامة المطبخ. تمام، هبدأ أفردها بسمك 2 ملي. هوريكم دلوقتي السمك بتاعنا بتاع البسكوتة، وهيبقى جميل جدا ومظبوط على الآخر. طبعا انتي ممكن تستخدمي المفرش السيليكون على طول من غير كيس ولا أي حاجة. تمام، لكن برضو للأمان أنا استخدمت الكيس، وبعد كده برضو فعلا جربت المفرش السيليكون، لقيته ما شاء الله ما بيلزقش عليه أي حاجة، يعني تقدري تستخدميه مباشرة. تمام، من غير أكياس ولا أي حاجة. بس كده، ولو استخدمتي ورقة زبدة برضو اديها دهنة من الزيت، علشان ورقة الزبدة في أنواع بتلزق فيها البسكوتات أو العجين،
عندك قطاعات اي شكل تحبيه، بس انا استخدمت قطاعه ساده طبعا مش عندي من البلاستيك، فانا استخدمت اللي هي بصامه الكحك. تمام، علشان انا عاوزاها ساده كده حوالين داير. تمام، عملنا حوالي يعني 13 او 14 بسكوته كده، حجمهم حلو جدا. شايفين السمك ده؟ السمك اللي انا عاوزاه حوالي 2 مللي. شايفين اهو، لو زاد منك حبه مش مشكله، ولو قل برضو مفيش مشكله، زي ما انت عايزه يعني ترققي اكتر من كده، بس البسكوته كده مظبوطه على الاخر. تمام، لا هيفرش معاكي ولا شكل البسكوتة هيتغير، هيطلع ما شاء الله حاجة كده تحفة. شايفين انا بقى اهو وريتكم ازاي هننقله من على الكيس، وهكمل كل الكمية زي ما انتم شايفين اهو عشان ما اخرش عليكم في الفيديو. وبعد كده الزوايد بتاعتي العجين او البسكوت، تمام، هبدأ اعمل بيها كور زي ما انتم شايفين كده عشان نعمل بيها الوردة بتاعتنا. شايفين الجمال؟ مش محتاجة اي حاجة. لو ما عندكيش قطاعة تستخدمي زي ما انا استخدمت كده بصامة البسكوت، او عادي الكوباية. يعني يا جماعة عندنا كوباية او غطا برطمان، اي حاجة ممكن نستخدمها عادي جدا، وهيطلع معاكي البسكوت بالشكل الجميل ده. مفيش اي تعب ولا اي مجهود، حاجة كده تحفة. شايفين الجمال؟ اهو كل الكمية هندخلها بقى على درجة حرارة 180 رف اوسط، تكون الفرن مسخنينها من قبل لمدة 20 دقيقة بالظبط. ما تزوديش عشان على 20 دقيقة علشان يطلع معاكي بسكوت كده لونه جميل، ويعني بيبقى واخد لون رائع جدا جدا عند 20 دقيقة على درجة الحرارة 180. شايفين نجاح البسكوت يا جماعة؟ أنا بشوفه من قاع البسكوتة نفسها، من تحت كده مفيش فراغات، وكله تمام وكله سوى واحد، واللون حاجة كده تحفة. شايفين اهو؟ فكده البسكوتة معايا هشة وناعمة وحاجة كده روعة. تمام، بس كده هجيب بقى للتزيين، عندي مربى وعندي جوز هند مبشور. عايزة مربى خوخ مش مشكلة، يعني عندك مربى خوخ تمام، مربى مشمش، مربى برتقال، عندك مربى فراولة، فكلهم يمشوا معاكي. تمام، حتى لو حبة شوكولاتة مفيش أي مشكلة. بس كده زي ما انتم شايفين، هجيب الفرشة وحوالين داير للبسكوتة وأزينها كده، أديها مسحة بسيطة من المربى. تمام، وأغطسها زي ما انتم شايفين كده في الجوز الهند المبشور، سواء ناعم أو خشن براحتك خالص، أو لو عندك سبرينكل برضو مش مشكلة ممكن تحطي فيه. تمام، او مكسرات براحتكم، طريقة التزيين زي ما انتوا عايزين، بس انا بحب جدا في البسكوتات استخدم جوز الهند. شايفين السهولة؟ والله بجد مفيش اسهل ولا اجمل من كده. ما اخدش معايا نص، والله يا جماعة اقل من نص ساعة، هي التسوية بس اللي اخدت تلت ساعة، وممكن تقريبا اخدت حوالي 5 دقايق او 7 دقايق في طريقة يعني العجن والفرد والكلام ده، مش اكتر من كده. طبعا كنت عاوزه اقول لكم بسكوت 10 دقايق وفي 10 دقايق هيكون جاهز والكلام ده، بس طبعا التسويه بس علشان المصداقيه، وتقولوا لي ازاي 10 دقايق وانت اكيد اخد معاكي نص ساعه او اكتر. فهو بالظبط كل حاجه ما اخدتش نص ساعه بالظبط يا جماعه، وقلت لكم والله اقل. بس كده بقيه المربى هحطها كده في النص، هتدي شكل جمالي رائع جدا، وكمان تقدري تحطي بدل المربى شوكولاته زي ما اتفقنا. تمام، طريقة التزيين ترجع لك براحتك خالص. بسكوت ملكي اعمليه زي ما انا عملت كده، هيديكي طعم لذيذ، لانه المربى بتدي طعم رائع. تعمليها في الاعياد، في المناسبات، رايحة تزوري حد او حد جايلك وعاوزة تعملي حاجة سريعة، رايحة تزوري حد ومش عاوزة تشتري حاجة، لا ما تشتريش، أنا بقولك اعملي الطريقة الجميلة دي، وإن شاء الله بجد هتلاقي الناس منبهرة جدا جدا من البسكوتات بتاعتك، وتسلم إيدك مقدما. اعملوه وقولوا لي إيه رأيكم في الكومنتات، مستنية كومنتاتكم تقولوا لي تسلم إيدك، وكمان تقولوا لي إن احنا جربناه. شاركوا الوصفة مع حبايبكم وأصحابكم علشان يستفيدوا ويعملوا أحلى بسكوت، وأشوفكم على خير إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واشوفكم على خير في فيديو جديد وصفة طيبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استمتعوا بأحلى بسكوت ناعم زي ما انتم شايفين كده في الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة تانية.